وصل يا ناس أيوب الميموني الصاروخ اللي ولع البوندسليجا في 20 دقيقة. ما خدش في إيده غلوة 20 دقيقة بس. ده كل اللي يحتاجه النجم الشاب أيوب الميموني صاحب 21 سنة عشان يقلب الدنيا في ألمانيا ويبقى حديث الصباح والمساء في البوندسليجا مع بداية سنة 2026. الموضوع مش مجرد حظ، ده لاعب نزل أول ماتش ليه مع انتراخت فرانكفورت يوم 13 يناير ضد شتوتجارت، راح جايب جون عالمي رغم الخسارة 3-2. في الماتش التاني ضد فيردر بريمن نزل عمل اسيست التعادل في الدقيقة 94 لزميله كناوف وأنقذ الفريق. بداية ولا في الأحلام. كوكتيل لغات وجنسيات، حكاية كده من ريحة لمسية. حكاية أيوب مش بس كورة، دي دراما. الجنسية، بيمتلك الجنسيتين المغربية والإسبانية، يعني خناقة دولية جاي على قريب. اللغات، الولد لبلب في اللغات، بيتكلم 5 لغات: اسباني، انجليزي، كتالوني، الماني وامازيغي. البداية وهو عنده 10 سنين كان على باب أكاديمية لاماسيا في برشلونة، بس القدر ووالده أخدوه على ألمانيا عشان لقمة العيش، وهناك بدأت رحلته في الشقة. المشوار كان صعب من الثانوية للمجد. أيوب مش اللاعب اللي طلع لقى نفسه نجم فجأة، لا لا لا، ده نحت نفسه من الصخر. وكانت الأولوية للدراسة. عندك لما وصل 18 سنة وجات له عروض يسافر، رفض عشان يخلص دراسته وامتحانات الثانوية الأول. عقلية محترمة. لف كعب داير، لف على أندية صغيرة زي أيسن وبيلفيلد لحد ما استقر في ريديف هوفنهايم سنة 2024. أرقامه مرعبة. السنة اللي فاتت ساهم في صعود ريديف هوفنهايم ب7 أهداف و9 أسيست، والسنة دي في الدرجة التالتة كان مكسر الدنيا ب9 أهداف و6 أسيست في 18 ماتش بس. حاجة كده على طريقة الكبار. أيوب الستايل بتاعه بيفكرنا بأساتذة الشغلانة: رياض محرز ولامين يامال والأسطورة أرين روبن. لاعب حريف بيحب الكورة وبيرجع يدافع بقلب. سرقة في عز الظهر من فرانكفورت. التقارير بتقول إن أندية تقيلة زي دورتموند، ليفركوزن وفيا ريال وبيتيس كانوا عينيهم عليه وعايزين يرجعوه إسبانيا، بس أندريخت فورت كانوا أذكى من كده بكتير وخلصوا الصفقة ديت في الشتاء ب200,000 يورو بس. عقد لحد 2031، واللاعب أثبت من أول دقيقة إنه صفقة الموسم. إدارة فرانكفورت دلوقتي حاطة رجل على رجل ومبسوطة بالجوهرة اللي خطفوها من بق الأسد. الخلاصة، إحنا قدام موهبة هتعمل قلق كبير الفترة الجاية، والسؤال اللي بيطرح نفسه دلوقتي: يا ترى هنشوفه قميص أسود الأطلس ولا الماتادور الإسباني؟ بس يا سيدي، ما تنساش لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشتراك، والسلام.